السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تشوفي قناتي يا ريت تنورينا بالاشتراك واللايك من ايديكي الحلوة. يلا بينا النهاردة هنعمل الجلاش على اصوله بحشوة كده حلوة خالص. جبت عندي نص كوباية كده من السكر وكمان شوية كده من جوز الهند على الزبيب وازدانة، حطيتهم كده هنا في العلبة عندي وهقلبهم كويس جدا زي ما انتم شايفين. هخلطهم كلهم على بعض. حطينا كمان جوز الهند اهو وزبيب وازدانة والسكر قلبناهم. جبت عندي حلة حطيت فيها كوبايتين من الميه وكمان هحط عليهم كوبايتين كده من السكر. هنعمل هنا الشربات عندنا عايزينه خفيف وكمان عايزينه بارد. من لازم قبل ما نعمل في الجلاش حاجه نكون عاملين الشربات. خلاص كده هنا حطيت كده كوبايتين سكر وكوبايتين ميه زي ما قلت لكم. هرفعهم على النار لغايه لما يغلوا غلوتين 3 وبعد كده هطفي النار، مش عايزاه يعني يغلي جامد. جبت لفه جلاش عندي هنا ب 15 جنيه. عايزه اقول لكم لفه الجلاش ام 15 دي عملت معايا صاج كبير خالص زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي. فردتها عندي بالشكل دي وهجيب عندي السمنه زي ربع كوبايه كده من السمنه، وفي الاخر يعني زادوا مني زي 3 معالق بالفرشه عندي هنا كده. وهبدا ادهن عندي الجلاش زي ما انتم شايفين اهو، بدهن ورقه ورقه. وفي الاخر هجيب عندي شويه كده من الحشوه اللي احنا عملناها مع بعض، السكر على الزبيب على جوز الهند والسودان، ولفيتهم كده كلهم مع بعض. جبت يعني جوز الهند ب5 جنيه ويعطاني والله حبه يامي، وجبت شويه سوداني على زبيب يعني ب10 جنيه برضو اعطاني حبه زي ما انتم شايفين. عملت معايا لفه الجلاش وزادوا شويه، كنت قلت عندي يعني هعمل بهم حاجه تانية يعني خليتهم عندي في الدولاب. خلاص كده هنا ببدا عندي الصاج ودهنته دهنه بسيطه من السمنه. وبعد كده هجيب عندي هنا ورقه تاني زي ما انتم شايفين اهو، وابدا يعني احط لها سمنه حاجات بسيطه مش تغرقيها قوي يعني حاجات بسيطه كده. وتجيبي بقى من الخلطه اللي احنا عملناها دي اللي هي بتاعه الحشوه بتاعه الجلاش عندي اهو. وخلاص كده هنا في اخر ورقه كده بنروح دهنها دهنه بسيطه كده من السمنه عشان بس تلزق معي ما تبقاش مرقه. خلاص كده هنا بصوا خلاص خلصت. بصوا ما شاء الله عمل معايا صاج كبير زي ما انتم شايفين. وبعد كده جبت هنا شويه كده من السمنه وببدا ادهن وشي. هنا لما بدهن وش عندي الجلاش عندها هيبقى معايا مورق كده وحلو وكمان هياخد اللون الحلو. خلاص كده كنت طبعا مولع الفرن. لو فرن عندك بتاعه البوتاجاز هتولعيها على درجه حراره 160 وتلزيها عندك في الفرن. بس انا عشان فرن البوتاجاز عندي بايظه بحط في فرن الصعيد بصراحه عشان بيبقى لونه حلو كده وطعمه حلو. خلاص كده هنا قبل ما نحطوها في الفرن لازم تقطعيه. هنا لما بقطعها هنا طبعا زي الحجازيه وكمان الجلاش يعني الحاجات اللي هي بتطلع من الفرن مقرمشه ما ينفعش تقطعيها خالص، والجلاش برضو اللي باللحمه وكده. خلاص كده انا قطعتها اهو زي ما انتم شايفين. بقطع صوابع صغيره كده مش كبيره قوي يعني كد العيل لما ياخد كده عشان ما ياخدش واحد كبير ويرجع منه، لا يا دوبك دي ياخد منه واحد ياكله على طول. خلاص كده بقطع اهو بالشكل دي. طبعا لما تيجي تقطعيه هو ولسه قبل ما يدخل في الفرن عندك يبقى طري كده وحلو. خلاص خلصتهم كده اهو بسم الله ما شاء الله عمل معايا صاج كبير زي ما انتم شايفين. وطبعا كنت مولعه الفرن. طبعا انا هنا بوريكم لسه ما استواش معايا طبعا. بعد حطيته في الفرن عندي وبطلع معايا باللون الجميل. عايزه اقول لكم والله لونه حلو خالص، بس الاضاءه يعني كان النور خلاص جرب يقطع يعني الاضاءه كانتش حلوه خالص عندي. وادي الشربات هنا اهو بعد ما اخد غلوتين عندي ورحت نازل على طول. انتوا شايفينه لونه غامق بس هو لونه فاتح يا جماعه، بس كمان عشان انا حاطه سكر تومين مش سكر الابيض. طبعا هنا حسب السكر عندك بس عشان الاضاءه وكده مش موضحه حلو. طبعا هنا الاضاءه ساعه تتظبط وساعه لا طبعا معلش. خلاص كده قلبت هنا بعد دقيقتين يعني يشرب من الشربات كده. وراح حاطه عندي قلباه الجلاش عندي عشان يشرب من الشربات من الناحيه اللي هو من فوق يعني اقلبه. خلاص كده اهو زي ما انتم شايفين قلبته كده بايديا اهو زي ما انتم شايفين. خلاص زي ما انتم شايفين خلاص قلبنا كده. هقلب كل الصاج زي ما انتم شايفين وبعد كده هنقدموه مع بعضين. انا كده قلبته اهو زي ما انتم شايفين كل يعني قلبت كله. بعد كده هنا شرب الشربات عنده ريحه مصفيه الشربات الزياده وحطيتهم عندي في طبق يعني قلت بعد ما اعمل حلويات تاني. وخلاص كده خلصت الجلاش عندي اهو بالشكل الجميل وقدمناه بيجي معاكم بالجمال دي. عايزه اقول لكم بصوا طري وجميل كده ومن بره ناشف ومن جوه طري وحلو. عايزه اقول لكم هش وجميل. بصوا بقى المكسرات من جوه وحاجه بجد حلوه. لو عجبكم حطوا لايك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.